السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين. أول تنظيفات العيد عندي في البيت، مسكت كده أول حاجة هبتدي فيها غرفة المعيشة. زي ما انتم شايفين دي الغرفة اللي بنقعد وبناكل والولاد بيناموا فيها وبنتفرج فيها على التلفزيون، يعني أوضة الهلك بمعنى أصح. زي ما انتم شايفين كده واخدة يعني كده ايه بهدلة. لما قالت يا بس كان عندي أخويا وأختي الصغيرة اللي أصغر مني هي وولادها وهو وولاده، وقعدوا كده حوالي من 3-4 أيام عندي كده، وربنا يديهم الصحة والعافية يعني. والولاد بقى أولادي وولادهم خلوا الدنيا زي ما انتوا شايفينها. همسكها كده وابتدي فيها، وقلت بقى ايه تنظيفة العيد. اما فرش العيد هبقى افرشه معاكم ان شاء الله كله مع بعضه، يعني همسك اوضة اوضة كده ان شاء الله. المطبخ برضو في يوم، الصالة عندي في يوم، النيش في يوم، غرفة النوم في يوم كده. يعني همسك كل حاجة كده تنظيفة كاملة كده. النهاردة مسكتها يعني مش قادرة اقول لكم قلبتها. انتوا شفتوا النظام بتاعها في اول الفيديو كان عامل ازاي. انا قلبتها كلها بصراحة. النتيجة كانت هايلة جدا، وبصراحة مجهودي ما طلعش كده على فشنك ولا اي حاجة. واللي ساعدني ربنا يبارك لها يا رب، بنتي قعدت بقى كل حاجة تقول لي لا انا هعمل معاكي. فقلت لها اعملي معايا، بتبقى فرحة حلوة. فرحة الولاد اما بيخشوا في تنظيفات العيد دي بتبقى جميلة جدا. حتى احنا يا كبار بنفرح اما بنيجي نرتب وننظف تنظيفة العيد، اذا كانت تنظيفة رمضان او العيد، يعني اي حاجة من دي. انا هنا بقى كنست السجادة. اول حاجة لازم اشيلها على نظافة، لان دي برضو هفرشها على العيد. فانا كده ايه هغسلها، قلت برضو عشان هي اتبهدلت وزي ما انتوا شايفين فيها برضو كده ايه شوية بقع كده ومش مزهزاها كده. وطبعا لازم تتفرش على العيد نظيفة. فانا قلت بقى اغسلها قبل ما اشيلها، لان انا عندي الحمام صغير فما بيجيش فيه السجاجيد اللي هي يعني المقاس ده. الحمام بتاعي بيبقى محتاج مشاية صغيرة، حاجات اللي هي الخفيفة دي. اما السجاجيد المقاس ده لازم ابرمها واعملها نصين عشان ايه بتبقى شغلانة كده يعني. وفي برضو مشاية كبيرة زيها بس انا شايلاها، هي نظيفة مش متبهدلة زي دي يعني. بس كده انا بقى ايه حطيت بقى في المية بتاعتي دي ايه، حطيت فيها دوني وحطيت خل، لان الخل كده بيزهزه السجاد. الخل بيزهزه السجاد وطبعا بيعقمه طبعا اكيد. وحطيت صابون سائل، مش صابون سائل، حطيت اوكسي. خلاص. وبقى ايه زي ما انتوا شايفين كده زي يعني انا لما باجي اغسل السجاد ده بغسله، لما باجي اعمله في الحمام هو بيتعبني اي نعم، بس بغرقه كل ميه وبقى براحتي بقى في الغسيل. اما هنا عشان الاوضه فبقيت محذره جدا ان السجاد الميه ما تنزلش تحت ايه السراير، عشان ايه في حاجات هدوم الشتوي وكده وحاجات يعني شنط وحاجات، فبقيت اخاف ايه ان هي الميه تنزل، فبقيت محذره. وطبعا برضو لازم هيطلع ميه. وشوفوا بقى الميه السوداء اللي نزلت منها قد ايه، كانت كلها تراب بصراحه. بس انا شفطتها الاول بالمكنسه عشان المكنسه بتشفط لي التراب كله فبتخف منها التراب يعني. ومع ذلك الميه بقت منظرها عامل كده. طبعا بقى ايه بمساعدة بنتي بلم بقى المية الزيادة دي كلها، وبالشرشوبة دي بروح بقى ايه معبية كده المية فيها وعصرها لحد بقى ما نخلص ويبقى الارض زي الفل. طبعا ما خلصتش الارض برضو، هننضف تنظيفة بقى الايه العيد. احنا بنخلص بس كده من السجادة، وبعد كده ايه نبتدي بتنظيفة العيد في الأوضة دي كلها هلك. احنا بنقعد وبناكل فيها وبنتفرج فيها على التلفزيون والولاد بيناموا فيها، يعني قعدتنا كلها فيها بتبقى بهدلة جامدة. طبعا الكسوة اتبهدلت لانها فاتحة جدا. انا بحب الكسوة دي، وليها تلبيسة تانية بتنزل من تحت الشلتة بتغطي الجزء اللي تحت ده. وهقول لكم الكنبة دي عبارة عن ايه، جميلة جدا. انا بحبها جدا وعملية ومش مكلفة خالص.
يعني انا هقول لكم التفاصيل بتاعتها دلوقتي. انا هشيل بقى ايه المفارش دي عشان برضو اغسلها كده غسلة حلوة، وهشيلها للعيد. والحافظة دي يعني الكليم ده أنا مش حافظة كمان، دي كليم ده بفرشه في رمضان لانه هو كليم رمضاني شوية، فبشيله بقى كده لرمضان. وطبعا زي ما انتوا شايفين التراب والبهدلة، واليومين بتوع العاصفة اللي كانت عاصفة كلها تراب برضو. يعني انا لما كان عندي اخواتي وكده ربنا يحفظهم ويديهم الصحة بولادهم، برضو كانت الدنيا يعني ايه برضو بهدلة بزيادة. جت يومين العاصفة برضو اتبهدلوا الدنيا، فكله بقى اتراكم على بعضه. الترابيزة دي برضو بقى همسكها كده امرشها مرش كده برضو، بس هي كانت دي بتاعت والدتي الله يرحمها، كنت واخداها يعني منها وكده. وبعدين كانت هي حطاها في المطبخ بتاعها كان كبير، وكانت حطاها فيها. وبعد كده هي استغنت عنها الله يرحمها، يعني قبل ما تموت راحت اديتها لي. وبعدين هي بقى ايه اللي حصل لها وايه الخرم اللي فيها ده. دي كانت بنت اختي وهي صغيره، يعني ايه كانت في المطبخ، فكان في حله سخنه، فراحت ايه وجايباها من على البوتاجاز وراحت حطيتها عليها، فساحت كده، مش عارفه ازاي ساحت كده، فالحله السخنه عملتها كده فبقت بالشكل ده. فمش مشكله يعني بمفرش واي يعني مشمع بتتعالج يعني. بس نفعني جدا جدا في الاكل والشرب وكده يعني. نفعني بعمل خضار، بعمل ملوخيه، بقعد عليها على كل حاجه بعملها عليها. بس طبعا بقى ايه يعني عشان فاتحه وكده، فمن اقل حاجه بتتبهدل وبتبقى. وبنتي بقى كانت وهي صغيره برضو كده كانت ماسكه المونيكير وقعدت تنقرش فيها كده لحد ما خلتها ايه الرجول بتاعتها، في رجل من الرجول بتاعتها فيها مونيكير، وليها قرصه كمان من تحت كده مساكه بتمسك الاربع رجول، بس انا دي شايلاه. انا بقى كده نضفتها وركنتها على جنب. طبعا طقم الفورجيه ده طقم فورجيه لكرسيين. الكرسيين انا حطاه في الريسبشن. وطبعا هتسالوا نفسكم ايه السفنج ده كله. السفنج ده كله انا حطاه، لو انتوا خدتوا بالكم من الشلته ممزوعه من ايه بقى، الشلتة اتمزعت من الحديد اللي فيها، الحديد فك كده من بعضه شوية من اللي هو الملل اللي هي اللي فيها دي اللي بتتحط عليها الشلتة، فبقت كل اللي يقعد الشلتة بتكحت في قلب الحديد ده فبتمزع القماش. فبقيت بقى ايه احط سفنج كده عشان تحمي القماش، هبقى اوريها لكم يعني. وهمسك بقى كده ايه مكانها كده ومكنست ونضفت. وبعدين بقى ايه ما بتحلاش النظافه الا برش الميه ودلق الميه والصابون. بس انا ما كترتش ميه. ليه بقى؟ لان انا بخاف على السيراميك ده، لان السيراميك ده ملزوق على بلاط، مش ملزوق يعني مش معمول باسمنت وجبس وحاجات من دي، لا ده ملزوق على بلاط. كان عندي البلاط الاولاني لما استلمت الشقه دي خدتها يعني قعدت فيها، كان بلاط اللي هو البلاط القديم بتاع زمان اللي هو اسمه موزايكو باين ولا مش عارفه اسمه ايه. فبعد كده بقى ايه حبيت ان انا اغير وعملنا البلاط ده، يعني بقاله كام سنه، حوالي من 4 سنين تقريبا عامله البلاط ده، 3 سنين تقريبا. وبقى بالخيشه بقى كده روح ايه عامله. طبعا بقى مكان الفورجيه ده انا هبدل بقى الاماكن، عشان انا بحب كل فتره كده بعمل تغيير في الاماكن. بحب اجدد. ان شاء الله لو كرسي ببدله من مكان لمكان يعني بيفرق معايا جامد جدا. هروح بقى شايله السرير ده بقى طبعا، بس ده بكى جدا، عشان اشيل السرير ده انقله الناحيه التانية. السرير ده تحت الشباك عشان اعرفكم بس ان هو تحت الشباك وعند التلفزيون. انا هبدل الاماكن. شلت بقى كل حاجه، بصوا من تحت السرير الشنط بقى اللي فيها الشتوي وبطاطين وحاجات من دي، والبطاطين دي انا حطاها كده برضو تحت السرير المرتبه عشان بتعلي بس شويه المرتبه. اما في بطاطين انا حطاها في اكياس تحت السرير، وفي بطاطين ان شاء الله انا لسه ما شلتهاش اللي هي بتاعت الشتاء اللي انا استخدمتها الشتاء ده ان شاء الله اغسلها معاكم قبل ما اشيلها، لان انا عاده ما بحبش اشيل البطاطين الا لما تكون نظيفه وزي الفل. احب اشيلها كده وتبقى متعقمه ومتطهره وتبقى ريحتها كده دوني وبتبقى ريحتها حلوه قوي.
فان شاء الله هبقى اغسلها معاكم برضو. والكبرتات برضو بتاعت اللي احنا بنتغطى بيها برضو في الصيف هغسلها ان شاء الله. يعني شوية غسيل كده هبقى اغسله ان شاء الله، بعمله فيديو كده لوحده نبقى نظبطه كده مع بعض. بجر بقى السرير، وصراحة بصراحة بنتي الله يبارك لها يعني ايه نجدتني ونفعتني في حاجات كتير، لان الأوضة بصراحة كانت فعلا يعني مقلوبة وبصراحة مش نظيفة. اتبهدلت واتملت تراب جامد من ايام العاصفة. وطبعا بقى اكياس شيبسي وبيبسي وحاجات من دي، الولاد كانوا مزوينها هنا وهنا وهنا. فطبعا بقى ايه كانت فعلا محتاجة تنظيفة جامدة جدا جدا جدا، وخصوصا بقى للعيد. المرتبة بقى ايه رصيت بقى الحاجة التانية بقى، رجعت السرير تاني بقى حطيته المكان الكنبة الفورجيه. انتوا هتشوفوا النظام في اخر الفيديو جميل جدا هيعجبكم وفرق كبير جدا. طبعا بقى بنتي بتشيل الستارة، حطيتها فوق الترابيزة اللي انا كنت بمسحها دي وبتشيل الستارة، وانا كده بزعف كده الحيطة عشان برضو ايه ما بيحلاش النظافة الا بايه بتزعيف وتنفيض الحيطان. بس انا عندي للاسف الحيطه البياض بتاعها مش قد كده، مش تمام. فمن اقل حاجه لو اتوسخ انا ما بعرفش اغسله، لان البياض لو انا حطيت فيه فرشه وصابون وميه وكده تلاقيه بيبقع وبيطلع لي الميه اللي من تحت الجي اللي يعني البياض بيطلع الطبقه اللي تحت تبقى غامقه يعني. فبسيبها كده البياض كده ياخد وقته وسخته كده، وباجي بقى ايه فتره كده بروح جايبه جردل البويه واخلي جوزي ايه يدهن لي الاوضه. يعني الاوضه دي اتدهنت ولا حوالي من ساعه ما جيت قعدت في الشقه دي ولا حوالي يعني 5 مرات 6 مرات تقريبا. بتبقى وش نظافه. يعني انا بجيب البياض اللي هو مش غالي قوي عشان كده بديها وش النظافه بس كده. واروح برضو ده انا بقى كده بمسح تحت الشباك اللي هو كان مكان السرير. في الاول شلت السرير حطيته مكان الكنبه الفورجيه، وجبت همسح بقى هنا واجيب الكنبه الفورجيه واحطه بقى ايه مكان السرير، يعني تغيير. هي في الاول خالص كانت كده. بس انا لما كنت جايه على رمضان ما بحبش اقعد تحت الشباك، لان ساعات بنسيب الشباك مفتوح وكده، فما بحبش اقعد تحت الشباك. فبجيب الكنبه الناحيه التانية اللي هي مكان ما انتوا شفتوها في الاول، عشان بنقعد نتسحر فيها وبنفطر في هناك كده عند الترابيزه. فدلوقتي بقى غيرنا النظام لان رمضان خلص بقى وخلاص، فاحنا ايه بنجيبه بقى الناحيه التانية عادي بقى خلاص. وبحط بقى السرير بقى ايه ان جنب السرير التاني، يبقوا الاتنين كده جنب بعض. بس كده بغسل بقى ومسحنا ونضفنا بقى كده اهو. واشيل بقى ايه السفنج ده. بصوا لو انتوا خدتوا بالكم اهو الحته اللي هي ايه اللي انا بحط فيها السفنج دي الحديد ده بيقعد يشد في القماش، فدمر لي القماش بصراحه ودمر السفنج. مش عارفه حلها ايه غير ان انا احملها كده، ان انا احط عليها سفنج بس كده. واروح بحط بقى الفورجيه ده. نفسي والله ابيع الفورجيه ده واجيب ركنه كده صغنونه على قد الحته اللي هي تحت الحوض ايه تحت الشباك. يعني انا عندي اوضتين بس في الشقه كلها، اوضه النوم والاوضه دي والريسبشن. يعني الأوضة دي بقى يعني حاطة فيها الكنب ده اللي هو الفورجيه والكرسين بتوعه، بس كرسين حطاهم برا دلوقتي. ابصوا الشلتة بقى شلتها وهغسلها عشان يبقوا كله بقى ايه كده مع بعضه نظافة مع بعضها. يعني ما اجي افرش بقى الستاره والفرش بتاع الكنب والحاجات دي والملايات يعني النظيفه وكده، يبقى كله ايه مفروش مع بعضه بس كده. لو وصلت لحد هنا بقى يعني ربنا يوعدك يا رب بزيارة النبي وبزيارة بيته يا رب. انا طول ما انا واقفة كده كنت بمسح التلفزيون وشايفة كده يعني ايه قعدت ادعي اقول يا رب وارزقني يا رب ووعدني بالزيارة ووعدني ان انا احج. انا كنت عاملة عمرة بصراحة وانا بنت، لاني ليا اختي في السعودية، فانا رحت يعني طلعت لها زيارة وعملنا عمرة قبل ما والدتي الله يرحمها تموت وبابايا. فروحنا ايه طلعنا عملنا عمرة. بعد ما اتجوزت بقى خلاص ما بقتش اعرف اروح في حتة خالص ولا يجي ولا كده، خلاص بقى. وانتوا عارفين بقى كل حاجة بقت غالية دلوقتي، التذاكر بقت غالية والزيارات بقت غالية، فما بقتش تنفع حاجة دلوقتي. فربنا يوعدنا جميعا يا رب. الكنبة دي بقى حكايتها ايه بقى يا بنات؟
الكنبة دي حكايتها اني انا كانت جوزي كان جايبها قبل كده من الناس اللي هم بيبيعوا قبل ما اتجوز، يعني كان جايبهم من الناس اللي هم بيبيعوا ايه الحاجات اللي هم يعني دي هقول لكم دي بتاعت ايه. دي بتاعت شفتوا الكونتينر اللي هم بيحطوا فيه البضايع كبيرة عشان يدخلوها مثلا المواني ويدخلوها البواخر عشان تسافر بره، يعني بضايع بتبقى كونتينرات كده، بتبقى فوق بعضها كبيرة، بضايع كتيرة جدا بتخش في البواخر عشان تسافر. فبيحطوا البضايع دي على حاجة زي كده، اللي هو الحاجة اللي هي زي الخشب كده. في منها الخشب وفي منها حاجة زي كده. فدي كان جوزي جايبها قبل كده عشان كنا زمان كان اول ما اتجوزت كانت المية بتقطع، فانا ساكنة في اخر دور، فكان فوقية السطوح قبل ما يتبني الدور اللي فوقية ده، فكان فوقيه السطوح، فكان فكنا حاطين براميل كده، برملين كده بتتعبى ميه تلقائيا كده، اما الميه بتقطع وتيجي بيتعبوا ميه، فكنا بنحطها عليها. فهو كان جايبهم. فبعد كده بقى اما بنوا الدور اللي فوق بقى فوقيه، بنوا دور واحد فوقيه، فروحت انا بقى عملت ايه، خدت بقى الاتنين دول ورحت بقى عملتهم وعملت لهم الشلته دي. بس كده، دي الحكاية بتاعتهم جميلة جدا وبتوفر جامد. يعني مش عارفة دلوقتي بتتباع بكام، بس هو كان جايبهم بصراحة من زمان قوي يعني. بس كده، وحاطة بقى المفارش دي كده يعني كده مؤقتا لحد بقى ايه ما نيجي نفرش فرش العيد. انتظروا بقى الايام الجاية دي كده مع بعض، واحدة واحدة كده هنفرش وننضف بقى، وتنظيفات كده بتبقى جامدة جدا ان شاء الله نعملها مع بعض. بس بقى ما تنسيش تعملي لي اللايك والاشتراك عشان ايه تتابعيني وتدعميني. وبنتي كده ايه عملت المكتب بتاعها وقالت لي صوريه بقى وانا بعمله كده. المهم بس كده الحمد لله خلصت وفرشت الملايات دي. وهفرش بقى السجادة دي كده مؤقتا عشان بقى ايه تبقى كده ايه لازم الارض تتفرش فيها حاجة. وشفتوا بقى النظافة والفرق الكبير. كانت الكنبة في الوش كده، والكنبة التانية جنبها، والسرير التاني كان تحت الشباك. عملت العكس بقى دلوقتي، بقت الكنبة في تحت الشباك والكنبة التانية، مع ان انا بحب الكنبة الصغيرة دي اللي هي بتاعت بتاعة دي اللي هي تحت التلفزيون، دي بحبها في وش التلفزيون الناحية التانية. بس بنتي قالت لي خلي السرير كده والدولاب كده، فقلت لها خلاص ماشي، هياخد وقته بقى ونبقى نغيره تاني ونحط بقى السريرين كده في وش بعض اللي هو الناحية التانية يبقوا بالطول، والكنبة في النص كده تبقى ان شاء الله نبقى نعملها. فادي كده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم وينور رضاكم، وما تنسونيش في الدعاء وشكرا ليكم. وتابعوني بقى الفيديو الجاي واشوفكم على خير. بصوا بعد ما قفلت النور وسبت القبلكين كده الضوئين دول كده جميل كده وجو هادي وجميل. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.